يا صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. يلا بقى نبدأ حاجات العيد. نقول كده ايه؟ بسم الله. ونبدأ بايه بقى؟ هو دي دلوقتي هنبدأ بالفسيخ. بصوا انا دلوقتي على الساعة 12 نزلت جبت فسيخ. تمام، بصوا جبت احجام حلوة قوي. انا بجيب من حد معين كده بوصيه وهو بيجيبه لي. يلا نبدا. الفيديو اللي انا نزلته من كام يوم بتاع الفسيخ ده كان قديم، ده كان بتاع السنه اللي فاتت، بس انا قلت انزله علشان خاطر لو حد حابب يعمل الطريقه اللي انا بعملها يفتكرها. لكن ده كده باذن ربنا دي بتاعه الشهر ده، سوري، دي بتاعه العيد ده اللي هو 2026. ده هنعمله مع بعض دلوقتي وهنفتحه ان شاء الله يوم شم النسيم، يعني مش هفتحه دلوقتي خالص. انا الفيديو اللي قبل كده عملته علشان خاطر لو حد حابب يعمله، لكن ده بقى خلاص ده بتاع الموسم بتاع ده، فقلت اعمله بقى معاكم علشان خاطر شم النسيم. تعالوا كده ننضف، واحنا بننضف نتكلم ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا. بصوا انا كان مطلوب مني كام سمكة كده علشان اعملهم معاكم. بصوا ببركة ربنا السمكة دي عاملة 2 كيلو. تمام، انا بوصي الراجل يجيب لي سمك كبير، فاحنا دلوقتي هننضفه مع بعض ببركة ربنا. بس دول كده لوحدهم ودول لوحدهم ببركة ربنا كده. تعالوا نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى، بمسك السمك ولازم يتغسل تحت الحنفية علشان خاطر المية تبقى جارية. تمام، مش في شوية طبق كده وتغسليه وخلاص، لا، مية جارية. تمام كده. تمسكي بقى السمكية، بصي تدعكيها كويس جدا من بره. احنا بنجيبه من عند التاجر برضو مش عارفين السمكة اتعرضت لايه، مهما كان حتى لو جابهولك طازة برضو العربيات وكل الكلام دوت انتي مش عارفة السمكة اتعرضت لايه. فلازم يتغسل من بره كويس جدا. على فكرة هيطلع معاكي قشر، ده طبيعي. تمام، بس يعني مش هيطلع القشر اللي هي الكمية، لا، هيطلع القشر اللي هو ابتدى يقع منه. بس ايه، انتي ما تنضفوش من القشر، لا، يعني انتي بس ايه بينزل معاكي القشر اللي هو بينزل، بس انتي بس ما تحاوليش انتي اللي تقشري القشرة. تمام كده. وبمسك الخياشيم كلها كده انضفها وبفتح بقها وبدخل صبعي كويس جدا وبطلع اي لو في كتل دم ولا حاجة. بصوا بنضفها كويس جدا، والبق طبعا بنضفه كويس من عند المزلقة وكل حاجة. بصوا بمسكها السمكية بنضفها كويس قوي. انا بعمل كده طبعا في كل الكمية، يعني من اهم الحاجات في الفسيخ نظافته. تمام، دي حاجة احنا بناكلها ولازم ننضفها كويس، كله 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 كده، والجلد بتاعه كله كله. وبصوا ما بتسيبوش حتة في السمكية ما تنضفوهاش، حتى لو انتوا عارفين ان دي هتترمي، بس معلش لازم ينضف كله. انتوا مش عارفين هو اتعرض لحشرة ولا اتعرض لايه. تمام، شايفين الخياشيم نطفت ازاي وشايفين كمية الدم. تمام كده. بصوا كده انا نضفته كله. تمام، وبس زنقته كده على الحيطة علشان خاطر يبقى واقف وقفي كده خلاص، علشان يعني باسم يعني. بصوا بصوا السمكة كبيرة ازاي، فانا عايزاه يقف وقافي علشان ينزل كل الدم تحت. خلاص، بس خلاص كده. وهرمي بقى كل الحاجات بتاعته، وبعد بقى ان شاء الله كده ما ينشف ابتدي بقى ايه اصبن وراه. انا باذن ربنا الجو الصبح كان حر وانا نازله اجيبه، مش عارفه بقى دلوقتي الجو قلب وبقى برد قوي، فهتابع طول الليل. يعني انا دلوقتي هسيبه خالص ومش هاجي جنبه، هغطيه طبعا. استنوا بصوا اهي الحته بتاعته تمام، هي نظيفه وزي الفل. هغطيه عشان ولا اي هموشه او اي حاجه او اي ترابه تيجي عليه، لان احنا نضفناه ونضفنا الجلد كويس جدا ونضفناه خليناه بصوا زي الفل. تمام، فهغطيه بدي. تمام، وهسيبه بقى براحته 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 خالص ينشف. هخليه يتصفى خالص، وبعد ما يتصفى برضو هتابع معاكم خطوه بخطوه. انا بصوا هلفه برضو، استنوا هلفه وارجع لكم.
بصوا انا لفيته كده تمام. الفوطه دي مخصصه نظيفه زي الفل. انا كنت غالياها عشان خاطر انا كنت كده كده عارفه اللي انا نازله، فانا قلت اغليها واخليها زي الفل. بصوا اهو كده تمام. انا كده ايه لفيته وخليته زي الفل. فهخليه كده بقى بالفوطه، وخليه تحت منه طبق. وكل شويه كل ما هحس ان الطبق هيبتدي يتملي من هنا شويه، علشان بس دي المصفى مخرمه الميه ما ترشحش عليه. كل ما احس ان الميه اتملت شويه هفضيها وارجعها تاني تمام، علشان خاطر هو يتصفى براحته. ما ينفعش تحطيه في التلاجة وهو بيتصفى. اوعي اوعي تعملي كده. احنا عايزين البطن تتصفى من الميه، مش تنشف من الميه. في فرق بين اللي هو يتصفى من الميه، وفي فرق بين اللي هو ينشف من الميه بتاعته تمام. يلا نشوف بقى ايه الخطوه اللي بعدها ان شاء الله. كده ايه هبقى معاكم خطوه بخطوه. ينشف ولو انا بفضي الميه ممكن اصور معاكم. انا جيت بصوا بقى، ده تاني يوم اللي هو يوم الحد تمام كده. انا قعدته طول الليل. الجو امبارح كان حلو قوي وكان في نطره اصلا. فانا قعدته وكان لسه بيجيب دم كتير قوي. فانا كل شويه زي ما انا قلت لكم كنت بفضي الميه من الطبق تمام كده. وعملت ايه بقى، وسبته اهو كده بغطاه وما قلبتش عليه خالص. كل شويه بس بشوفه. لو كنت حسيت ان في حاجه غلط كنت ممكن ادخله جوه التلاجة، بس انا كنت بلاقي الدنيا زي الفل. انا كنت متابعاه طول الليل. لما كنت كده بقلق مثلا الفجر ولا حاجه، قمت بصيت عليه كده بصتين، لقيت ان الدنيا زي الفل وكويس. انا دلوقتي رحت القداس ورجعت، هبتدي بقى اشتغل فيه. دلوقتي الساعه كام؟ الساعه 1 الظهر ماشي كده. فهو كده قعد معايا قد ايه ينشف. انا امبارح كنت عاملاه على الساعه لما رجعت من السوق كانت الساعه 1 او 2، فغسلته. فهو قعد كده يعتبر معايا 24 ساعه، بس عشان خاطر الجو كان برد. لكن لو الجو كان حر كان اخره 12 ساعه. ولو كنت قلقانه وكان لسه بيجيب ميه بعد ال 12 ساعه دي، لو احنا في صيف تعملي ايه؟ تحطيه في التلاجة بس بعد ما ينشف من الميه. لكن ما ينفعش تغسليه وتحطيه في التلاجة، غلط. لازم ينزل الميه بتاعته والدم بتاعه كويس جدا. بعد كده تحطيه بقى في التلاجة عشان خاطر البطن تنشف كويس. انتوا فاهميني؟ تمام. تعالوا بقى ايه نشوف هنعمل ايه مع بعض. يلا بينا. بصوا زي ما قلت لكم كده خلاص ده كده تاني يوم تمام. بصوا هتلاقوا فيديوهات كتيرة قوي بتقول الفسيخ يتساب 12 ساعة، يتساب 8 ساعات، وانتوا شفتوني وانا بقول لكم انا سبته 24 ساعة تمام. فانتوا هتستغربوا هتقولوا هو مين الصح؟ على فكرة كله صح، بس هي بقى الفكرة في ايه؟ في تريكات كده. بصوا انا المره دي جايبه السمك كبير يعني ربنا يبارك كده فيه ويبقى بالهنا والشفا على اللي كله. انا الكميه دي كلها مش بتاعتي تمام. في ناس طالبينها مني اعمل لهم معايا، وفي ناس بصراحه انا عامله لهم هدايا تمام. بصوا بعد ما جبت كده السمكه لازم انشفه بقى كويس. يعني مسكت كده الفوطه كده يا دوبك بس مسحته بس كده من بره، ومسكت بقى مناديل. يعني مش قادره اقول لكم هو الكميه اللي كانت معايا دي خلصت بكره مناديل معايا. اهم حاجه النظافه ثم النظافه. ومن بقه برضو بدخل مناديل. بصوا يعني انا بحشر المنديل جوه علشان خاطر يطلع لي اي دم اي دم. الكميه دي كلها كام؟ 8 كيلو. انا اشتريت 8 كيلو بس على اجزاء، عشان انا زي ما قلت لكم في ناس طالبه مني سمكه 2 كيلو، في ناس طالبه مني سمكه كيلو تمام. فانا عملت لكل واحد اللي هو عايزه. وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب بالهنا والشفا يا رب على اللي ياكل، ويا رب يطلع زي الفل ويبقى حلو على قلبكم. بصوا بقى انا كان عندي ملح خشن وجبت عليه طبعا دوت اللي هو الملح الرشيد. انت بتروحي للعطار تقولي له عايزه ملح خشن وتجيبي منه شطه ماشي. بس اهم حاجه الشطه تبقى من حد مضمون تمام. وهاتيها طازه. يعني مثلا لو انت عندك شويه شطه في البيت لا ما تستعمليش منهم، وهاتيها من عند العطار طازه
ماشي كده، علشان الطاسة تبقى مضمونة قوي قوي. لان على فكرة الشطة على قد ما هي حراقة، للأسف اكتر حاجة بيبقى فيها زي سوس وحشرات، بتلم سوس وحشرات. عشان تبقي ضامنة هاتيها من حد مضمون قوي قوي ونضيف، وحد شاطر بيعرف يجيبها طازة. تمام. بس بمسك بقى السمك، وبحط شوية الشطة على قد شوية الملح. للأسف ما بيبقاش بمقدار معين، ده بيبقى بعينك، يعني عينك هي اللي هتجيب. خلاص. وحاطة يعني عارفين معلقة الشاي، حاطة معلقة شاي سكر. تمام كده، بسيطة قوي. خلاص. هو الراجل المرة دي وانا بشتري منه قال لي حطي معلقة سكر صغيرة وادعيلي. انا الراجل دوت اللي انا بجيب منه السمك انا بثق فيه جدا، فانا قلت له بجد؟ قال لي اه. قلت له خلاص ماشي. انا بقى ولا بحط كركم ولا بحط اي حاجة خالص. انا في سنة من السنين حطيت كركم، للأسف السمكية بتاعتي حسيتها مررة. وعلى فكرة في ناس كمان ما بتحط الشطة. انا بس يعني الناس احنا في البيت بنحط الشطة علشان تبقى مادة حافظة، واي زيادات بنحطها يا دوبك، بس دي اضافة بس علشان خاطر ايه، مادة حافظة مش اكتر. على فكرة اجتهاد مننا، معنى اصح ماشي، من ست البيت اجتهاد مننا، اللي هو عايزين الحاجة تطلع حلوة عن بره بزيادة. خلاص كده. بصوا بقى، هجيلكوا تاني في موضوع الساعات. انتوا بتلاقوا في فيديوهات كتير قوي كل واحد بيتكلم على طريقته، اللي هو انا بخليه ساعتين ينشف معايا بعد كده اشتغل فيه، انا بخليه 4 ساعات، انا بخليه 8 ساعات، وانا خليته 24 ساعة. ليه بقى؟ هقول لكم. بصي، انتي مش بتشوفي فيديوهات بتلاقي فيه السمكة اول ما بيفتحوها بتبقى محمرة قوي وبتبقى شكلها مغري كده؟ ده بيبقى من الدم اللي متصفاش. بيبقى خطر؟ لا، ما بيبقاش خطر. ده بيبقى رزق لكل واحد، واللون ده هو البياع. تمام. ف بيعملوا ايه؟ بيخلوا الدم فيه وما بيصفوهوش كويس من الدم علشان يدي اللون الوردي اللي انتي بتشوفيه وعينك تشتهيه. ماشي. انا لو صدفت بعد العيد عملت تاني هوريكم اللي انا بقول لكم عليه ده. صدقيني بامانه، يعني اكيد مش هحلف يعني، بس بامانه انا ما بكدبش عليكم. دي من خبره سنين. انا بقالي سنين بعمل الفسيخ من قبل ما اتجوز اصلا. تمام. وبقول لكم بامانه الحاجات اللي انا شفتها والحاجات اللي انا مريت بيها. بصوا، بعد اخر حاجه بقى، بعد ما عملت كل الكميه، جبت اللي هي عارفين اللي هو المشمع اللي هو بتاع الغسيل ده. بامانه ده مشمع غسيل. جبته وعملته بقى ببلاستر، علشان بصوا مش عايزاه يعمل اي ريحه خالص، لان دي كميه كبيره وانا مش عايزاه يعمل بصراحه ريحه خالص 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 في الشقه. وهبتدي بصوا اكمره جدا. وانا ليه صفيته من الميه كتير؟ علشان انا مش عايزه فيه دم، انا عايزاه يا دوبك يبقى لونه وردي، مش عايزه يبقى فيه دم. خلاص. اهم حاجه السمكية ما تتنفخش مني، ما تطلعش ريحه نفاذه قوي. تبقى ريحه السمك اللي هي الزفاره الطبيعيه اللي كأنك دخلتي سوق السمك. لكن لو حسيتي ان الريحه دي اتغيرت او او السمكه معاكي اتنفخت، لا احنا كده مش تمام. لكن طول ما انتي السمكه معاكي لسه بتنزل الدم بتاعها وريحتها زفارة عادية، يبقى انت كده ماشية خطوة تمام. صدقوني ما بضحكش عليكم. تمام. ده كده تخليل الفسيخ بتاع السنة دي بتاعي، واقول لكم كل سنة وانتم طيبين. ولو في اي سؤال اسألوني وانا هجاوبكم عليه. انتوا عارفين انا بجاوبكم على طول، لا اما في التعليقات لا اما في الكومنتات.
انا تحت امركم في اي سؤال. خلاص، وبالهنا والشفا على الناس اللي كلته. وبصوا، انا على فكره ماما كانت واقفه معايا، يعني انا ما برغيش مع نفسي كده. ماما هي اللي كانت واقفه معايا، فايه عماله اقول لها امسكي معايا كده وامسكي معايا كده، انا مش عايزه اي ريحه خالص تطلع. وبعد ما خلصت لا بصوا، انا عماله الف فيه شمال يمين. على فكره اهم حاجه ما يدخلهوش هوا. يعني انت لو عملتي كل الخطوات اللي قبل كده صح، ويا دوبك حطيتيه في شنطتين تلاتة ودخل فيه هوا، احنا كده ما عملناش اي حاجه والفسيخ هيبوظ منك. موضوع كمره ده اهم حاجه فيه. وبعد ما خلصته، بصوا هلفه بقى في شنط سمرة علشان خاطر ما يدخلهوش نور. ماشي، علشان احنا ما عندناش جراكن زي المحلات. خلاص، ولو في اي سؤال قولولي وانا هجاوبكم عليه. وكل سنة وانتم طيبين، وكده الفيديو يكون انتهى. مع السلامة، وبحبكم قوي 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 يا سكريتة.